السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اقتراح ديالي اليوم نقترح لكم الدجاجه معمره بالشعريه الصينيه مبخره ومحمره في الفرن. كتجي بنينه بزاف مرافقه للدغميره. دغيا كتوجد. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع المقادير وكذلك طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي ندير كميه من القزبر ومعدنوس. عندي هنا الثومه محكوكه، واحد جوج فصوص ديال الثومه، وعندي اللب ديال الحامض مصير، غير اللب ديالو فقط. صافي. وغادي نوضعوا التوابل. هنا عندي الثومه بودره لانني كانت عندي كميه قليله من الثومه طريه. غنوضعوا الملح، وانتبهوا من الملح لان الحامض مصير مالح. غادي نوضع الخرقوم، واحد معلقه صغيره عامره. غادي نوضع واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نوضع واحد المعلقه عامره صغيره ديال السكينجبير. هنا عندي واحد معلقه صغيره ديال السمن، وعندي القليل من الزعتر حكيته هكا بين يدي. نوضع قليل من زيت الزيتون، غير واحد شويه. هنا عندي المطارد، يعني كيتواتى بزاف مع الدجاج. صافي. وغادي نخلط بشويه ديال الماء هاد الشرموله هادي باش تطلق. وعندي الدجاجه اللي غنغسولها بالحامض والملحه مزيان ومسقطره. صافي. وغادي ندخل فيها داك هاد العطريه اللي درنا، نحاولوا ندخلوها مزيان ما بين الجلده ما بين الفخاد لداخل ديالها. المهم نحاولوا نشرملوها مزيان. صافي. كنحاول ندخل مزيان هاد العطريه هادي، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها. شحال ما خليتوها لكانت حتى ليله كامله تكون احسن، يعني كتجي بنينه بزاف. صافي. غنخليها جانبا وندوزو نحضروا للعماره ديالها. بالنسبه للعماره ديال هاد الدجاجه هادي، غندي هنايا كاري ديال الشعريه الصينيه نص تمد ديال الارز. غادي نوضع معاه الزيتون مقطع، اللب ديال الحامض مصير، قليل من القزبر ومعدنوس. وهنا عندي الكبده اللي سلقتها مع ورقه الناموسه وشويه الحامض وشويه الملحه والثومه. المهم كتسلقوها باش كتحيدوا من هذاك الزفره ديالها. قطعتها مربعات. وهنا غنوضع التوابل، نفس التوابل اللي وضعتهم مع الدجاجه، غير هنا غنزيد شويه ديال التحميره. وما غنوضعش الزعتر، يعني غندير شويه الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، وغنوضع القليل من الابزار كذلك. وغادي نوضع شويه ديال التحميره. هنا ندير شويه ديال زيت الزيتون. هنا عندي شويه ديال التحميره وشويه ديال الموطاد. وغادي نضيف شويه ديال الهريسه. ضروري شويه د الحار باش كتجي داك الحشوه بنينه، سينو اللي ما كيبغيش يستغنى عليه. صافي. غنخلط هاد الحشوه هادي مزيان مزيان باش كتجانس داك العناصر كامله مع بعضياتها. صافي. وغادي نعمر الدجاجه اللي خليناها تشربات مزيان. نحاول نقاد. صافي. وغادي نبدا نعمر في الدجاجه. ما تعمروهاش اكثر من القياس باش ما تطرطقش لكم في الطياب، يعني دير واحد القياس. بالنسبه لي انا ديك ديال الشعريه الصينيه كفاتني كامله في الدجاجه لداخل، يعني هزت ليا الدجاجه كامله، هزت ليا ديك الشعريه الصينيه. صافي. وغادي نجمعوا ليها الرجليات ديالها وغادي نخيطوها، نربطوها باش ما تخرجش من هذاك الحشوه. صافي. هنايا من بعد ما جمعتها غادي نوضعها في الكسكاس فين غادي نوضعها تبخر على هذا الشكل ديالها. ضغط على الصدر ديالها باش هكا كيدخلوا الطياب مزيان. غادي نخليها طيب وندوزو نحضروا الضغميره.
بالنسبة للتغميرة هنا عندي كمية من البصلة، كمية على حسب شحال بغيتو ديال التغميرة، كيلو كيلو ونص، يعني على حسب عدد افراد الاسرة ديالكم باش كتجيني زوينة ديك التغميرة وكتجي بنينة. واخا ما طيبش فيها الدجاج، هنا درت داك الجنيوحات والعناق، درت غير كمية قليلة. غادي نوضع عليهم واحد الكمية من القزبر ومعدنوس، وغادي نوضع اللب ديال الحامض مصير، وكنوضع حتى داك الجلده ديال الحامض مصير كذلك حتى هي كنديرها، واللب كنقطعوه، كنزولو كذلك العظيمات بطبيعه الحال. وهنا غادي نوضع شويه ديال الملحه، واحد نص معلقه صغيره على حساب الذوق. هنا عندي شويه ديال الابزار، غير واحد راس معلقه صغيره، وعندي الخرقوم. الا عندكم داك الطويمه ديال الزعفران بغيتو توضعوها وضعوها في الدجاجه، وضعوها كذلك في التغميره، انا هنا استغنيت عليها. الا كان عندكم زعفران شعره يكون من الاحسن تضيفوه، كيجي زوين بزاف. هنا وضعت الثوم بودره، الا عندكم طريه وضعوها من الاحسن. وضعت شويه ديال السمن والزيت نباتيه، بالنسبه زيت الزيتون حتى كطيب التغميره عاد نوضع عليها زيت الزيتون. غادي نقليها غير واحد شويه على ما يتجانسوا ليا هاد العناصر هادو صافي. وغادي نسد عليها بلا ما حتى كتصفر الصفاره. كنقص عليها عافيه مهيله، وكنخلي داك البصيله باش كتطلق لي داك الماء، يعني ما نحتاجوش نضيفوا لها نهائيا الماء، غير داك البصله راها كتطلق الماء صافي. كنحلو عليها واحد نص ساعه تقريبا، كنزولوا لها داك الجنيوحات والعناق، وكنخليوها حتى كتغمر وكتوقف التغمير. بالنسبه للدجاجه هنا دهنتها بواحد شويه ديال الزبده، ذوبتها غير واحد شويه، غير طلقات لي راسها ما كانت في الثلاجه، وشويه ديال الكاتشوب صافي، ودخلتها الفران تحمر. وكيكون هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. التغميره من بعد ما التغمرات كنضيف لها كذلك الكبده اللي سلقت كيف قلت لكم في الاول مقطعه، كنضيفها ليها وكتجي بهذا الشكل هذا. كنخليوها حتى كتوقف في الدم ديالها وكتغمر مزيان. بالنسبه للدجاجه هنايا رفقتها بالخضره اللي سلقتها، بخرتها عفوا وصوطيتها. والدجاجه هي هذه من بعد ما تحمرات، يعني في الكاميرا كتبان لكم بحال اللي راه تحرقات شويه، راه غير محمره، التليفون كيبينها بداك الشكل هكا. وما هي راه في اللون ديالها كتجي زوينه بزاف، وصدقوني كتجي بنينه وكتجي رائعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. طريقه التحضير كيف تلاحظوا سهله. وما تنسيش الا عجباتك الفيديو تخلي ليا واحد لايك، وكذلك